هذا البرنامج برعاية مشروب زبادي بادي شقلبة لبة ده مانجو برتقانة فاكهة بفاكهة شكلي ميكسي شكلي بو زمزمي زما زما ده فراولة بالبنانة فاكهة بفاكهة شكلي ميكسي شكلي بو. جهينة ميكس اللي اتعودت عليه بيقدم لك مشروب زبادي فاكهتين في فاكهة ميكس مش عادي. اهلا بكل مشاهدينا مباشر من مصر يوم السبت. طبعا نقدر فقرتنا الخاصه مع محمد غانم رئيس تحرير الاهرام التعاوني. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا منى. ازيك؟ تمام. المره دي جولاتك المكوكيه ما اكتفيتش بالمحافظات، انت طلعت بر وبحر وجو. ما سبتش المره دي، طلعت لنا من الجو. لفينا مصر كلها. تمام. 5 ساعات كاملين بنلف بطياره من القوات المسلحه، مشكورين طبعا ابطالنا في القوات المسلحه، قعدنا معاهم وسافرنا معاهم من اسكندريه لكل محافظات الدلتا، كانوا بيفرجونا على شيء خاص بينا احنا وهو المشروعات القوميه اللي بتنفذها الهيئه الهندسيه والقوات المسلحه. كويس قوي. احنا عندنا ليهم تقارير كتير النهارده، بس انا عايزه اخد منك حاجه ثانيه الاول. الاخبار الخاصه اللي هتختصنا بيها النهارده. والله انا عايز اتكلم في حاجه كده بقالي 48 ساعه ملاحظها. الدكتور عصام فايد وزير الزراعه المفروض ان هو موجود دلوقتي في مطروح، عمال متابع الزياره وكل اللي بيحصل فيها. انا مش شايف الزياره انت رايح ليه؟ هل رايحين عشان نتفرج على الشعير وعلى القمح اللي مزروع على المطر؟ انا عندي مشروع الضبع والعلمين 190 الف فدان تحت التعديات. 70% من المشروع العملاق ده اللي الدوله صرفت عليه ملايين عليها تعديات. ازاي ما تروحش هناك؟ ازاي ما تاخدش علاء ابو زيد اللواء علاء ابو زيد المحافظ بتاع مطروح وتروح تشوف التعديات دي سببها ايه؟ شوف بعينك عشان لما يجي موظف يقدم لك تقرير تبقى انت عارف انت هتاخد قرار ازاي. وايه اللي يمنع نروح هنا وهناك؟ ما راحش. ما ده اللي انا بقول لك 48 ساعه متابع كل الحاجه اللي بتحصل من هناك وكل الاخبار اللي بتيجي من هناك وزمايلي هناك موجودين، عمال اسال يا جماعه ما رحتوش معقوله ضبع العالمين؟ ما ينفعش. 190 الف فدان وموجودين جوه مشروع اللي هو 1.5 مليون فدان. طب انت هتاخد قرار على اي اساس؟ هتزيل التعديات ولا هتحافظ عليها؟ هل في ناس جاده هناك فعلا ولا ما فيش؟ واساسا القانون 143 بتاع وضع اليد على الارض الصحراويه ممنوع منعا باتا انه بيحظر التعامل على اراضي مشروعات. كويس. فكل المتعدين دول ان اجلا ام عاجلا لازم يخرجوا. فمش لما يخرجوا مش لازم تاخد قرارك بعينيك. روح زور مشروع 190 الف فدان موجودين هناك على ترعه الحمام وعلى امتداد ترعه الحمام، منهم 42 الف فدان على فكره منا متباعين بالمزاد العلني. يعني ناس اشترت بقى لها 10 سنين من 2006 ومش عارفين يستلموا لغايه دلوقتي عشان الارض بتاعتهم عليها تعديات، واللي يقرب هيضرب بالنار واللي يقرب بيهددوه. ما ينفعش يا جماعه، دي دوله. الدوله يجب ان تكون حارسه، يجب ان تحمي اراضيها، يجب ان تفي بتعهداتها. الناس دي اشترت بالمزاد، مش ذنبي ان انا اشتريت من الدوله. انا اشتريت من الدوله يبقى المفروض الدوله كفيله. مش ذنبي، انا ما عنديش مجال اشتري غير من الدوله، هي بالزبط. الدوله الوحيده القادره على بيع اراضيها. وفي ناس بتضع يد على الدوله والقانون بيتيح التقنين الوضع، لكن انا بتكلم عن ناس اشترت بمزاد علني. مزاد علني 42 الف فدان منهم المفروض ان اسر كتير جدا اشترت هناك ومستثمرين وكل حاجه. لازم احميهم، لازم اديهم ارضهم. 10 سنين مستنيين تسليم الارض ليه يعني؟ عشان ايه؟ طب فاللي بتكلم فيه يا جماعه انا برجو ان الدكتور عصام فايد لو لسه ما اتحركش من مطروح اقعد يوم كمان وروح اتفرج على المشروع، يوم كمان وروح انقذ 190 الف فدان، يوم كمان تعرف تاخد بيه قرار حاسم. 200 الف فدان احنا بنتكلم في حوالي اكتر من 18% من مساحه 1.5 مليون فدان الاولى. يبقى المفروض فورا يتحرك. فعلا حياتك. عندك حاجه ثانيه عايز تقولها؟ اللي عايز اقوله برضو ان في قافله هتنطلق الاسبوع الجاي ده يوم السبت الجاي من 2 ل 6 فبراير ابريل شهر 4. القافله دي معموله بالاتفاق مع الاتحاد العربي للاسمده، قافله قويه جدا، قافله هتلف محافظات مصر محافظات الدلتا بالكامل. انت متخيله على مدى 3 ايام. انا برجاء ان الناس تروح للقافله دي، تروح تستفيد بيها، تروح تشوف الخدمات اللي هتقدمها، فيها ارشاد، فيها فرق متخصصه عشان تقول للمزارعين كل حاجه، فيها كشف على فيروس سي.
روحوا يا جماعه، روحوا اطمنوا على نفسكم، روحوا استمتعوا بالجو اللي هيبقى هناك، لان دول نازلين عشانكم. تعالى نتكلم بقى على الطياره، عشان الطياره جامده جدا. الرحله دي كانت بقى اللي عندنا من الجو المره دي. بص ده كان انتحار. طياره مفتوحه بمنها مفتوحه، بنصور منها كل مشروعات الدوله، معانا رجاله او ابطال الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. الناس دي مش طبيعيه، انت متخيله بينفذوا. طبعا احنا عارفين انهم ما عندهمش رفاهيه الوقت، او الرئيس مش مديهم رفاهيه الوقت. الرئيس نفذ، احنا ننفذ. عايزين سنتين يا ريس، لا هي سنه. عايزين 3 سنين، لا هي 6 شهور. فالناس دي بجد ابطال، ما عندهمش رفاهيه الوقت. بينفذوا 866 مشروع. طبعا دره التاج هي قناه السويس اللي خلصناها في سنه، لكن في 866 مشروع شغالين، ما بين مستشفيات، ما بين اسكان اجتماعي، ما بين طرق، ما بين محاور رئيسيه، ما بين حفر ابار. فالناس دي مش طبيعيه. انت مش عارف تتكلم من كتر ما انت متحمس، عمال متخيلة. تبل عريقك على انت مش متخيله. انا لما طلعت معاهم ناس تقول لك احنا يعني بنلبس البدله كل يوم، بنقول يا رب نستشهد. ايه ده؟ الناس دي ناس بتروح موقعها يعني بيموتوا عشان البلد. يا رب يعيشوا بصحة وسعادة وخدمة للوطن. بالزبط. احنا نفرح اكتر بتواجدهم وخدمتهم لينا واحنا في ظهر قواتنا المسلحة. تعالوا مع بعض كده نشوف تقريرنا الجاي، اول تقاريرنا، ونرجع نبتدي حلقتنا ونستكملها مع بعض. طبعا نقدر، خليكم معانا. كانت مفاجأة لينا فعلا. القوات المسلحة دعتنا لزيارة كل مشروعاتها القومية الكبرى، من القاهرة ولغاية اسكندرية مرورا بمدن القناة. والمفاجأة الأكبر إن الرحلة كانت بطيارة هليكوبتر عسكرية. يعني هنتفرج على مصر الخضار، مصر العمار، مصر الحلوة قوي من فوق السحاب. الرحلة بدأت من مطار ألماظة الحربي 9 صباحا بالدقيقة، واستمرت 5 ساعات كاملين، وما قطعهاش غير استراحة في قاعدة برج العرب الحربية. وقابلنا هناك نسور مصر من الطيارين المقاتلين، ناس تفرح، إخلاص ووطنية وفدائية وعشق لتراب البلد. حاولت كتير فعلا أشرح لكم كل مشروع شفناه من فوق السحاب وإحنا في الطيارة اللي لفت من شرق مصر لغربها ومن جنوبها لشمالها، لكن ده كان مستحيل لأن الصوت كان عامل كده. على فكرة في حوالي 866 مشروع تنموي لخدمة القطاع المدني نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحديدا من تاريخ 30 يونيو 2014 لغاية دلوقتي. وطبعا أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة. ما كانش ينفع نبدأ الرحلة من غير ما نشوف محاور الطرق الجديدة اللي اختلف معاها شكل مصر بنسبة 360 درجة، بدءا من محور المشير طنطاوي، والمرحلة الثانية من القوس الغربي للطريق الدائري الإقليمي لغاية الواحات، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 279 كيلو متر، وامتداد رود الفرج. وفي برضو القطاع الأول من الطريق الدائري الأوسطي من تقاطعه مع طريق الأوتوستراد حتى طريق العين السخنة بطول 10 كيلو متر، وكتير من الطرق زي سرابيوم انتهاء بكوبري السلام بشرق قناة السويس، أو طابة حتى راس النقب، أو طريق وادي النطرون العلمين مرورا بمنطقة المجرى بالصحراء الغربية اللي فيها 150 ألف فدان بمشروع 1.5 مليون فدان. وطريق السخنة الزعفرانة الجديد بطول 82 كيلو متر، واللي هيتفتح يوم 25 ابريل الجاي، وبتشتغل فيه مع الهيئة الهندسية 60 شركة وطنية، بخلاف توسعة طريق الإسماعيلية بورسعيد بطول 68 كيلو متر. وشفنا كمان كباري كتير زي كوبري تقاطع الفريق أول محمد فوزي للقادم من المعادي اتجاه طريق العين السخنة، وكوبري ماجد الفطيم على تقاطع امتداد شارع الميثاق مع الطريق الدائري بالتجمع الأول، وطريق السويس وكوبري التعاون إعمار بمدخل المقطم، وكوبري الشهيد جندي سعيد حامد فرج الله أعلى مزلقان هيلانا بالغربية بطول 750 متر، وكوبري الشهيد عقيد أركان حرب مدحت حسن على مزلقان بنها في القليوبية. وقال العقيد محمد ياور بإدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية واللي كان مرافق لينا إن الطرق والكباري هدفها تخفيف الكثافات المرورية وإصلاح الطرق وتأهيلها ضد مخاطر السيول وخدمة مشروعات التنمية وحماية أرواح الناس والحد من الحوادث بإلغاء التقاطعات السطحية، ودايما حريصين على التنفيذ بأعلى جودة وأقل وقت ممكن وأقل تكلفة.
وكان في تركيز في رحلتنا واحنا على طريق السويس ناحيه التجمع الاول اننا نشوف مشروع فندق تيوليب اللي شيدته القوات المسلحه بالكامل، وفعلا تحفه بجد وتصميمه فريد من نوعه وضخم جدا. وبرضه شفنا مجمعات حمامات السباحه اللي انشاتها القوات المسلحه في 12 محافظه لصالح وزاره الشباب والرياضه. وفي وسط الدلتا وتحديدا مناطق محافظه البحيره شفنا واحده من تجمعات خلايا تخزين الحبوب او الصوامع. وعند المنوفيه شفنا مشروع صوامع تاني، وكلها بتتنفذ بمنحة إماراتية لإنشاء 25 تجمع صوامع بطاقة 60,000 طن لكل خلية. وتقريبا الصوامع اللي شفناها انتهت وبقت جاهزة لاستقبال الغلة من بداية موسم القمح 2016. أما على حدود مدينة أكتوبر ومحافظات اسكندرية والبحيرة والمنوفية شفنا مشروعات الإسكان الاجتماعي الضخمة جدا بمساحة 85 متر ذكية جدا، يعني استغلوا كل مساحتها في السكن بدون إهدار متر واحد، وبتتسلم كاملة التشطيب في شكل كومباوند متكامل الخدمات والمرافق. على فكرة قالوا لنا على الطيارة إن في 800,000 وحدة سكنية بتتبني على مستوى الجمهورية وبتنفذها الهيئة الهندسية. وناحية شرق بورسعيد شفنا أعمال الهيئة الهندسية في القوات المسلحة لتطوير الموانئ البحرية، وخصوصا ميناء شرق التفريعة في بورسعيد في المدخل الشمالي لقناة السويس، واللي هيختصر وقت دخول السفن للقناة مباشرة. قبل ما انسى الراجل ده، هو عم علي ماضي مصور مش عادي، وكفايه انه في سنه ده كان بيصور وباب الطياره مفتوح بالكامل. في الزياره دي عرفت فعلا راحت فين 58.4 مليار دولار اتنفذت بيها مشروعات في قطاعات النقل والطرق والكهرباء والبترول بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في عام 2015. يا شباب مصر، ما عندناش بطالة والمشروعات في بلدنا كتير. اتقدموا فورا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي هتأهلكم وتعلمكم وهتدي لكل واحد فيكم كمان الحد الأدنى من الأجور لغاية لما يتعلم في شهرين أو أكتر، وهيشتغل في الشركات اللي بتتعامل معاها في مشروعات بلدنا، ووقتها أجركم هيزيد وهيبقى مجزي جدا، وهتبقوا شاركتوا في بنى بلدكم. نسيبكم بقى في حفظ الله مع مصر الجميلة قوي، مصر التنمية، مصر المشروعات العملاقة، وتحيا مصر. والله يا مشاهدينا الكرام ويا محمد، احنا كان المفروض نرجع نعلق على التقرير، بس بيتهيألي بعد تحيا مصر ما عندناش تعليق تاني. انت ختمت التقرير ومش هيبقى عندنا تعليق عليه الا اذا كان عندك تعليق. انا عايز اقول بلدنا تحيا مصر. تحيا مصر طبعا. بلدنا فيها مشروعات جباره جدا بتتنفذ. لازم نبقى مؤمنين ان كل مشروع ده لصالح التنميه وكل مشروع بيتعمل لصالح البلد. ما تستهونيش ابدا بمشروعات الاسكان الاجتماعي. احنا في ناس احنا مش حاسين بيها، تعبانه جدا في مناطق عشوائيه، في مناطق غير ادميه للسكن. كل ده هيتنقل في مشروعات الاسكان الاجتماعي. كل شباب مصر بيتعمل لهم 800,000 وحده. ده مش رقم قليل، ده رقم ضخم جدا جدا. انت مش متخيل واحنا طايرين بالطياره احنا كان يعني ناقص ننط من الطياره على سطح البيت، لان كان بيننا وبينها مثلا 5-6 متر. فتشوف الاسكان، شوف العمارات فاخره. يعني انا متهيالي عمارات ولا كأنك فعلا بتتكلم عن التقرير الجديد. خلينا كده، انا عايز اتكلم على القوات المسلحه في المشروعات بتاعتها بجد. طب انا عايزه اقول حاجه بقى، دي بادره طيبه جدا من قواتنا المسلحه. في مشروعات كتير بتحصل في الفتره اللي فاتت، وفعلا في نتيجه على الارض. ممكن تكون في ناس كتير مش حاسه لعده اسباب. مفيش تواصل اعلامي جيد بين الشؤون المعنويه وبيننا في الاعلام سواء حكومي او خاص. فدي بادره جيده جدا انهم ابتدوا يظهروا شغلهم، انهم ابتدوا يبعتوا للناس يقول لهم تعالوا احنا عندنا شغل محترم تعالوا شوفوه، انهم بيبعتوا لنا شرايط لو عندهم حاجه جاهزه يبعتوها للاعلام. فده شيء رائع جدا. من فضلكم عايزين اكتر واكتر، عايزين نيجي نصور الشغل ده، عايزين نفرح الناس ونعرف ان احنا عندنا مشاريع هم على جيدة. فكره بيحبوا يورونا اللي بيحاولوا يخلصوه. يعني احنا بكره مثلا، النهارده الصبح انا كنت
معاكي هنا جالي تليفون بكره احنا طالعين مع اللواء كامل الوزير عشان نتفرج على ميناء شرق بورسعيد، بعدها هنروح مناطق تانية، بعدها هنروح الفرافره. قول قالوا لك البس ايه وانت رايح؟ لا قول قالوا لي أنا البس كنت حاضرة كوتش التليفون. وبنطلون جينز وتيشيرت لان هتتسحلوا هناك، ده اللفظ اللي قالي. فانا عايز اقول لك ان هم فعلا فاتحين دلوقتي، فعلا هم زي ما انت بتقولي كان ممكن في فتره عمل فمش قادرين، ما ينفعش ان حد يشوف حاجه، لازم ينجزوا، هم بيحبوا ينجزوا، يخلص تعالي اتفرج شوف احنا عملنا لك ايه، وهم بيعملوا لمصر كلها. الشغل اللي احنا شفناه غير طبيعي، موضوع الصوامع ده، انت داخله على موسم القمح شهر 5 اللي جاي ده، لو الصوامع دي دخلت فعلا خدمه زي ما وعدوني على الطياره، انت مش هتلاقي عندك ازمه خالص في التشوين، مش هتلاقي ازمه في تشوين الذره في موسم الذره. خلي بالك احنا عندنا كارثه في الذره ان احنا ما بنعرفش نخزنه، فبالتالي مش هتلاقي ازمه في تخزين الذره، لان كل الصوامع دي على احدث مستوى ومزوده بمجففات. مشكلتك في الذره ان ما عندكيش مجففات، كل الصوامع اللي معموله ل 25 تجمع فيها مجففات، وبالتالي ما عادش عندك ازمه في تخزين الحبوب. يقفشوا علينا بره يقولوا لنا عندنا قمح بالارجوت، مش عايزين الكلام ده كله، احنا عندنا بلدنا، عندنا فلاحين، عندنا الناس اللي بتزرع، عندنا الصوامع بتاعتنا اللي هنحط فيها حاجاتنا ده تقرير ونخزنها. اعلاني عايزين نشوف. تعالى نشوف الإعلان. نشوفه ونرجع تاني نكمل حلقات. في إطار إيمان الدولة بدور القطاع الزراعي باعتباره قاطرة التنمية في مصر ودوره الهام في توفير الغذاء والكساء، لذلك تتجه الدولة لاستصلاح 1.5 مليون فدان خلال الفترة القادمة. وهنا يبرز دور الشركات المنتجة لمدخلات الإنتاج في المساهمة في الإرشاد الزراعي. ومن هنا جاءت فكرة قافلة إيفر جرو الزراعي، الحدث المميز في تاريخ الزراعة المصرية، تنظمها شركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة بالتعاون مع الاتحاد العربي للأسمدة، بهدف زيادة الوعي الزراعي والسمادي، تعظيم العائد من استخدام الأسمدة، حل مشاكل التربة في الأراضي الصحراوية، رفع جودة المحاصيل وزيادة الفرص التصديرية. وسيتم استخدام 10 سيارات مجهزة بورش عمل متنقلة مدعمة بأفضل معمل لتحليل التربة والمياه، بالإضافة إلى معمل لتحليل فيروس سي بالتعاون مع جامعة السادات. ويوجد بالقافلة خبراء للإجابة على استفسارات وتساؤلات المزارعين من خلال أكثر من 20 نقطة تمركز تغطي محافظات الوجه البحري. أما عن اليوم الختامي فسوف تقام عدد من ورش العمل الخاصة بالخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية الهامة، يقوم على إدارتها فريق من المتخصصين بهدف زيادة الوعي الزراعي لمزارعي هذه المحاصيل وتبادل الخبرات. تتضمن تلك الفعاليات عدد من المحاضرات العامة عن تطور الأسمدة والزراعة في مصر داخل القاعة الرئيسية للفعاليات، في حضور ومشاركة عدد كبير من تجار وموزعي ومستخدمي الأسمدة في جمهورية مصر العربية، دائما في خدمة الزراعة المصرية. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. في خطاب من خطابات الرئيس كان بيعلق مره على قرية الامل. مش انا اللي هحكي الحكايه، محمد اللي هيحكي الحكايه دي. وقول لنا قصه قرية الامل، وهل في امل انها تدي الناس امل؟ قرية الامل الرئيس مره في خطبه من خطبه، انا كنت ملازم اول بعدي شارع قناه السويس، فبقول لهم ايه دي؟ فقالوا لي يا فندم دي قرية الامل، حاجه مردومه وحاجه تراب وكثبان رمليه مغطيه البيوت، لغايه لما بقى مشير والناس برضو بتقول له يا فندم دي قرية الامل. فالراجل خد قراره ان لازم قرية الامل تبقى فعلا امل لشباب الخريجين، واللي احنا شفناه هناك في قرية الامل لما رحنا شارع قناه السويس، القريه طبعا حلوه وحاجه تفرح، لا القريه متقفله تماما وملعب ترتان لا ده حاجه مرعبه، حاجات لطيفه قوي. عارف يعني ايه حاجه مرعبه؟ انت القريه دي هناك انا اول مره في حياتي اشوف قريه خريجين بالمنظر ده، حاجه تحفه، بيوت تحفه، ما فيش حاجه اسمها ان انت تاخد الجاموسه ولا البقره بتاعتك من الارض تدخلها عند البيت. المدينه مدينه عشان تسكن فيها كادميين، الحيوانات او الماشيه ليها مكان بره، هيعملوا حظاير مجمعه وهيديرها ابناء القريه برضه حظاير مجمعه عشان تجمع الحاجات دي. هناك شفنا لاول مره يبقى في الوحده الصحيه قبل ما تبدا القريه، مش مجرد ان انا باخد ناس في الصحراء وارميهم واقول لك هم سابوا الشباب الخريجين اللي سابوا القريه ليه ومشوا او باعوا عليه برخص التراب عشان انت ما كنتش عامل له خدمات. لكن الموجود دلوقتي انت عامل له خدمات، عامل له المكان اللي هيقعد فيه، عنده ميه عامل له قريه، كل واقفين على الميه، ميه الري هي اللي واقفه، وهتوصل مع صحاره سرابيوم او صحارات سرابيوم اللي بتعمل دلوقتي اللي هي هتعدي قناه السويس. مجرد ما الميه هتعدي ابدا سلم على طول. بس هم دلوقتي فعلا بداوا يسلموا حوالي مدرسه، مستوصف، كله شغال، مركز كله هناك جاهز للشغل. احنا مصورين كل حاجه وهتشوفوا كل حاجه جاهزه. قريه 5 نجوم بدون مبالغه، انا بدون مبالغه، انا عمري على فكره عمري ما اتحمست لحاجه كده، بس انا بقول لك القريه دي نموذج يا ريت يتطبق، يا ريت يتطبق في كذا مكان. بس اللي عايز اقوله لازم نحط جنبهم
مستثمر نرجع بس يبقى نشوف ماشي، ونقول يلا يلا عشان برضه عشان نتكلم على الصواب بتاعتهم. يلا بينا. بصراحة أول مرة أشوف قرية خريجين عاملة كده. بيوت نموذجية، طرق مرصوفة، مدرسة واسم شرطة ومستشفى وسوق تجاري ومخبز وحديقة عامة ومركز شباب محترم. بجد شفنا مجتمع متكامل. بكلمكم عن قرية الأمل في شرق قناة السويس، وهي واحدة من المشروعات القومية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان الجديدة. القرية دلوقتي جاهزة ومش ناقصها غير إطلاق مياه الري بعد انتهاء مشروع صحارة سرابيوم العملاق، وفيها 530 وحدة سكنية بمساحة أرض 200 متر و530 قطعة أراضي بمساحة 5 فدان لكل قطعة، وفي كمان 530 صوبة زراعية حديثة جدا بتطرح حاليا بالمزاد على الشركات الزراعية لإدارتها، وطبعا هيشتغل فيها شباب الخريجين كمصدر دخل إضافي ليهم. الأمل نموذج محترم هيشوف النور قريب جدا، وهيزورها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا زرناها وهنشوف دلوقتي حياة 530 من شباب الخريجين اللي هيستلموا البيوت والأراضي هتبقى عاملة ازاي. القرية دي كانت خراب واتسرقت بنيتها الأساسية ومساحات من أراضيها، لكن عشان في إرادة سياسية أعادت الدولة بناء القرية مرة أخرى، وده الكلام اللي وراه لنا فارس السيد مدير التوطين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة. اللي احنا شايفينه ده اللي هو طراز بيت الخريج، هو اسمه طراز خريج. زي ما احنا شايفين مساحة معقولة ممكن يسكن فيها، شايفين مداخل كويسة، أبواب حديد، مداخل رخام، طوب فرعوني. كان زمان ممكن الخريج هنا في قرى التقدم أو قرى اللي في شرق قناة السويس ممكن يجي هنا يربي ثروة حيوانية بره البيت في الحوش أو الحوشة اللي هي موجودة دي. دلوقتي الكلام ده اتلغى تماما، مفيش حاجة اسمها إن حد يربي ثروة حيوانية في البيت. المساحات دي هتبقى موجودة عشان يقدر الخريج إنه يتوسع فيها مستقبلا لو حب يتوسع، وممكن ياخد تصريح لغاية دورين. لو دخلنا البيت بتاع الخريج هنلاقي إن البيت إلى حد ما مساحته معقولة لشاب خريج أو خريجة. خلي بالكم إحنا هنا ممكن نلاقي خريج أو خريجة. هنلاقي أنا شايف إن التشطيبات معقولة إلى حد كبير، سيراميك محترم، دهانات محترمة. طبعا أكيد هيبقى فيه لمسات نهائية. شايف هنا عداد كهرباء إلكتروني، عداد شحن، ده يعني ده شيء بيتهيألي ما شفناهوش قبل كده في قرى الخريجين. شايفين برضو حمامات هنا، الحمام يعني أنا شايفه حمام محترم جدا جدا. برضو المطبخ مساحته معقولة، يعني لو شفنا مساحته معقولة جدا، حاجات تشطيبات محترمة. المنطقة الاستقبال أكيد هتتوسع، أوضة نوم واحدة صحيح، بس ما أعتقدش إن هو محتاج غيرها دلوقتي يعني. الأمل بتدار من خلال مجلس أمناء برئاسة المهندس عبد الله الزغبي رئيس مركز ومدينة الأنطرة شرق في الإسماعيلية، وممثل فيه كل الوزارات لضمان سرعة اتخاذ القرار وخدمة المنتفعين. بالفعل احنا انتهينا من توزيع المرحلة الأولى لشباب المنتفعين، وسلمنا لغاية دلوقتي 152 منتفع من محافظات الإسماعيلية والدقهلية والغربية. احنا حسبنا التكلفة اللي هي للشاب اللي هيدفعها، الشاب هيدفع 230 ألف جنيه، التكلفة كلها 230 ألف جنيه، هيدفع 20% يعني حوالي 47 ألف جنيه، وهيقسط الباقي على 20 سنة. وزارة الإنتاج الحربي بتكليف من سيادة الرئيس عملت لنا 514 صوبة زراعية و68 بيت صوبة على مساحة حوالي 300 فدان. الهدف منها طبعا ان احنا بنزرع زراعات غير تقليدية في الصوب دي بالذات، اللي معظمها هيوجه للتصدير مباشرة، لان انت عارف جو سينا والبيئة في سينا بتساعد على ذلك. خلاص المنتفعين هيستلموا الأراضي وهنفرح معاهم، لكن هل كل واحد هيزرع مساحته على مزاجه ولا في تركيب محصولي محدد؟ نتفق بدل ما كل واحد يزرع محصول لوحده، لو بقى عندنا 1000 فدان زيتون، 1000 فدان مثلا سي رمان،
الخضار مثلا محصول ثابت. بنحاول نبني مجتمع شكله جديد شويه، ان هو يبقى زي ما قلت لحضرتك يبقى فكره التعاون مع بعض. بالفعل في حوالي عن 327 منتفع سددوا بالكامل 47%، 20% مقدم الثمن واستيفاء جميع المستندات بتاعتهم. وبالفعل تم من حوالي اكتر من شهر تسليم الوحدات السكنيه، بس احنا كنظام مع مجلس الامناء بنسلم على مراحل، ما ينفعش اجي اسلمهم كلهم مرحله واحده يعني. الامل هي الامل، وهتبقى نموذج لقرى الخريجين على مستوى الجمهوريه. والكلام اللي كان بيحصل زمان اننا نرمي الخريجين في الصحراء وعشان كده كانوا بيبيعوا اراضيهم وبيوتهم برخص التراب خلص. الخريج اللي هيروح الامل فعلا هيقدر يبدا حياته هناك ويحقق دخل محترم، واحنا في انتظارهم لان مصر اكيد محتاجه لهم. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. التقرير حلو قوي وعجبني الختام والشمس يعني كان طبعا يبقى احلى لو شمس شروق مش غروب، بس تمام يعني دي الشمس اللي لقيتوها يعني. كل تقرير بنعمله بنقعد نصور فيه مثلا في المكان اللي بنروح وبياكل من 5-6 ساعات. المونتاج بياخد من حوالي 6-7 ساعات تانيين، يعني نص يوم كامل عشان تطلعي ال5 دقايق او 6 دقايق اللي بينزلوا. شايف حجم الفيديو اللي بيتعمل؟ طبعا انت فاهمه القصه يعني. بس بقول لك انت مش متخيله، بنحاول نصور كل حاجه، بنحاول نوري الناس كل التفاصيل. فاهم ازاي؟ في حاجات مهمه لازم اقولها على قريه الامل، مهمه جدا كمان. دلوقتي احنا كانوا بيتكلموا بيقولوا ان في 370 شاب دفعوا من اصل 530 شاب. يا جماعه فاضل حوالي 120 او 130 شاب او 150 شاب لسه ما دفعوش. انت مستني ايه؟ ده 47000 جنيه والباقي هتسدده على كام سنه؟ 20 سنه. اجري بيع، اتصرف وخد الارض، لان مفيش حد هيستنى ومفيش حد هيقدر يقول لك مفيش كارد لشراء الارض. الكارد بعد كده عشان تزرع، يعني انا هديك كارد زراعه من البنك الزراعي عشان تزرع الارض، لكن كارد عشان تشتري من الدوله مش هيحصل. الدوله ما ينفعش انها المطلوب سرعه سداد الفلوس فوراً عشان تقدر يعني تستفيد وتتمتع بالخدمات اللي موجوده. كلها شهرين وهيستلموا الاراضي. نعم. كلها شهرين وهيستلموا الاراضي، وبالتالي لازم فورا يبداوا يدفعوا الارض عشان يبداوا الخدمات بتاعتهم كامله على 530 شاب اللي موجودين. تاني حاجه عايز اقول عليها الصوامع اللي موجوده هناك. احنا قلنا ان هي مخصصه شركات هتاجرها او شركات هتبيعها. يا جماعه هاتوا شركه تدير الصوامع، شركه واحده تدخل، شركه عالميه تدير الصوامع، والعالم كله قايم على الصوامع. هاتوا خبرات عالميه تديرها بدل ما نديها لشركات تبوظها. فرد واحد يدير المجموع ده كله، هيحصل نجاح غير طبيعي للصوامع دي. ده 530 صومعه. تمام. طيب تقريرنا الجديد تعالوا مع بعض نشوفه ونرجع نتكلم عليه اكتر. نشوفه مع بعض ونرجع تاني. لما بنحفر اي بير للمياه الجوفيه بغرض ري اي مساحه في مناطق الاستصلاح الجديده، دايما عنصر الحديد هو المشكله الكبيره، لانه بيعمل مشكله في اجهزه الري المحوري وبيسد النقطات في خراطيم الري، يعني يدمر المشروع. لكن في حل عبقري خلص المياه الجوفيه بنسبه كبيره من الحديد، وشفناه في مشروع شركه انماء التابعه لمجموعه جهينه، واللي بتزرع في الواحات البحريه 11000 فدان، وعملت فيها أضخم مشروع لإنتاج الألبان في مصر. وفي الوادي الجديد بتزرع 2500 فدان بأحدث ميكنة زراعية في العالم، وقريب جدا هيبقوا 10000 فدان كاملين. الحل اللي طبقته شركة إنماء في الوادي الجديد من النوع السهل الممتنع، يعني بحيرة عملاقة مربوطة بالآبار الجوفية وفيها شلالات وفلاتر بتنتزع الحديد من المية بعد تحويله لصورة صلبة. تعالوا نشوف إزاي عملوه. البحيره فكرتها بقت اما لقينا ان الميه حللناها لقينا فيها نسبه حديد عاليه، ودي بالتالي اما نيجي نشغل شبكه الري هتعمل سدد في النقطات. فكرنا ايه اللي ممكن نعمله عشان نرسب الحديد، فكرنا في اكتر من فكره ونقينا اكثر فكره اقتصاديه ومناسبه لطبيعه التشغيل. فكان الحل الوحيد ان احنا نرسب الحديد عن طريق الفلتره. البحيره ليها فايدتين: تعامل مع موضوع الحديد، الحاجه الثانيه انها خزان ميه لري الاشجار، ان احنا بناخد ميه من المتبقيات بتاعه البيفتات الموجوده، البيض الزايده يعني، نكون بيها البحيره تكفينا ري حوالي من 7 ل 10 ايام. طريقه عملها احنا في شلال موجود فيه متجمع منه ميه من عدد 5 ابار، بيتم
ضخ الميه في الشلال ينحدر في البحيره ويتكسر الميه تنزل في البحيره، وبعد كده تخش على محطه الفلاتر اللي بتعمل فيها عمليه الفلتره. الفلاتر طبعا ليها مكونه من فلاتر، مجموعه فلاتر. الفلاتر دي فيها جزيئات كريستاليه هي اللي بتعمل كاتشنج الحديد او تمسك الحديد، بعد كده بنغسلها والميه تتضخ نظيفه، بتمر تاني على فلاتر اخرى لزياده عمليه الفلتره. البحيره دي كانت البدايه، كانت بحيره ترابيه ومغطينها ببلاستيك، لقينا حصل تسربات في الارض والميه، فقينا هتضر المساحه اللي حوالينا، فقلنا لا احنا نعملها خرسانات بحيث ان هي تمنع التسرب الميه، وبقت بالشكل الحالي اللي انتوا حضراتكم شايفينه. التكلفه بتاعت البحيره دي بمحطه الفلاتر رقم تقريبا 10 مليون جنيه. الفكره دي اللي هي ترسيب الحديد، تحويله لحاله صلبه او حاله يمكن التعامل معها. الحديد ليه ضرر كبير على النقطات اللي هي بتتسد لما تبقى الحديد متأكسد، لكن هو ملوش ضرر مباشر على النبات لنسبه ما تضرش النبات يعني. طب ايه فايده الفلاتر والطرمبات وطريقه تشغيلهم ازاي للسيطره على الحديد اللي في المياه الجوفيه؟ المرحله الاولانيه هي مرور بالشلال، بتعمل عمليه تكسير لجزيئات الحديد، فبتحول الحديد السائل الى جزيئات صلبه. بعد كده بتعمل عمليه ترسيب في البحيره، ثم بعد ذلك بتخش على مرحله الفلاتر، المرحله الاخيره بتعمل عمليه فلتره في الفلاتر. بعد كده عندنا وحده تحكم للفلاتر ده، عندما توصل نسبه الحديد لنسبه معينه بتتم اوتوماتيكيا تخرج الحديد مره ثانيه. لما رحنا مناطق مشروع ال1.5 مليون فدان قالوا لنا المشكله في نسبه الحديد في مياه الابار، وهو ده الحل السحري اللي قدمته شركه انماء اللي دايما حريصه على تطبيق احدث نظم اداره المياه، وعندها استعداد تقدم خبراتها وتجاربها لمن يرغب في الدوله لضمان نجاح واستدامه واستصلاح اراضي مشروع ال1.5 مليون فدان، طبعا لمن يهم الامر. اهلا بيكم مشاهدينا من جديد. محمد، هنتكلم عن تقريرنا الجديد. تقريرنا الجديد، بس انا عايز اقول برضو ان احنا كل ما نروح مشروع فعلا مليون ونص فدان سواء في المنيا او في الوادي الجديد او في اي مكان، بلاحظ ان المشكله الكبيره هي الحديد، ودي مشكله زي ما قلت لك قبل حتى التسجيل، كنت بقول لك ان دي بتسد النقطات وبتسد اجهزه الري المحوري، يعني المشروع اتدمر لان دي بتقوم متكلسه على النقطه بتاعت النقاط اللي بتخرج الميه. وبالتالي التجربه دي احنا مقدمينها ليه؟ لان لازم نستفيد بيها في مشروع ال1.5 مليون فدان. انا مش مجرد ان انا بحفر بير وبطلع ميه وهجيب واحد هحطه هناك واقول له ازرع، لا، لازم اعالج له الميه عشان خاطر يقدر يتعامل معاها. دي تجربه فريده جدا ومحترمه. عايزين نقول لكل مشاهدينا، وانا مش متخصصه يعني في الزراعه، ان المياه الجوفيه عاده بيبقى فيها نسب حديد وبيبقى فيها نسب املاح كبيره جدا، حسب بقى يعني. عشان كده حتى وزاره الزراعه ووزاره الري، وكان معانا معالي وزير الري السابق موجود في الاستوديو يمكن من اسبوعين واتكلم عن النقطه دي، قال علشان كده هم بيفضلوا ان وزاره الري هي اللي بتقوم بدق الابار، لان في اماكن كتير بتقوم بدق الابار بشكل خاطئ او باعماق غير مناسبه، بتساعد على ظهور معادن زياده، وممكن طبقه الحديد دي ولسه ده اللي كان محمد ممكن ما يقدرش يجيب الميه العذبه، ممكن بتعمل طبقه عازله خالص على الارض فبتموت الارض تمام، مش بتوصل نيوترينتس ولا بتوصل صحيح ممكن ما تجيبش الميه، ممكن ما يقدرش يوصل للميه العذبه، ممكن ما يقدرش يوصل للميه العذبه، لان دي يعني احنا لما فاكره لما عرضنا تقرير بتاع غرب المنيا وازاي بيحفروا بحفارات بترول، ليه؟ لان هم بيوصلوا لكيلو ونص تحت الارض. طبعا هم مش بيدوروا على مجرد الزراعه، هم هناك بيدوروا على حياه كامله، يعني تصنيع، يعني مياه شرب، يعني كل حاجه. وبالتالي المجتمعات دي احنا عايزينها تبقى كامله فيها كل حاجه، مش يعني انا مش بحفر عشان ادور على ميه عشان ازرع، لا، عشان ازرع ممكن 100 متر تجيب لي ميه، لكن انا بدور على الحياه الكامله، بدور على الخزان النوبي اللي هو اعمق خزان في مصر واكبر خزان في مصر. طيب احنا كنا قبل كده اتكلمنا في حلقات عن الاستزراع السمكي، اتكلمنا عليه كذا مره واتكلمنا عليه باكتر من شكل. عندنا تطورات جديده. التطورات الجديده ان المشروع دلوقتي بقى شكله يفرح قوي. المشروع الزراعه السمكي احنا قلنا ان هو اكبر مشروع. وصلنا لكام زريعه دلوقتي؟ على مستوى، لا، هي الاحواض كلها مزروعه، كل الاحواض هناك مزروعه، بس احنا رحنا شفنا، احنا قلنا طبعا ان هو اكبر مشروع على مستوى العالم في الاحواض الارضيه. الاحواض الارضيه اللي هي الاحواض الترابيه اللي بتتحفر وتملى ميه من ميه القناه، وعاملين مدخل لميه القناه تحس ان هو قناه لوحدها، يعني مش يعني ممكن مراكب تعدي فيها من ضخامتها.
فهو المشروع هناك طبعا هيوصل لحوالي 4000 حوض. فهم بداوا دلوقتي يجيبوا زريعه من اليونان، هم بيعددوا المناشئ بتاعه الزريعه عشان ما يبقاش مستني زريعه من دوله واحده، لان انت عارف عندنا هنا في بعض القصور شويه في توفير الزريعه، لكن برضه عندنا شركات ضخمه جدا في مصر بتنتج الزريعه. لو اعتمدنا عليهم اكيد هيزود طاقتهم. ليه بقى ما طاقتهم. بنعتمدش عليه؟ الكميات اللي بينتجوها محدده للمناطق اللي هي بتاعت مثلا مثلث الديبه اللي في بورسعيد، ما بين بورسعيد ودمياط، لكن بصفه عامه الناس دي تقدر تجيب، الناس دي تقدر تنتج. ليه ما ندعمهمش عشان يقدروا يجيبوا؟ ما هو ده السؤال، ده اللي انا دايما بساله، يا جماعه عندنا مفرخات قويه جدا. طب خلينا نسال كلنا في طبعا نقدر، ده يعني مناشده من طبعا نقدر. ادعموا الناس اللي عندها القدره على انها تفرخ الزريعه. بالظبط، لان زريعه الدنيس والقاروص دقيقه قوي وعايزه خبره كبيره جدا. عندنا مفرخات ضخمه جدا. احنا مره هنا جبنا حد، فاكره لما جبنا حراز، ده واحد من عباقره الاستزراع السمكي في مصر، ما ينفعش اسيبه كده. ده واحد انا اجيبه واقول له لو سمحت تعالى اقف معانا في المشروع. فاهم حضرتك ازاي؟ في ناس كتير جدا شغاله في المشروع ده. اللي احنا جبنا الزريعه المره دي من اليونان واحنا صورناهم، عملوا فكره عبقريه عجبتني قوي. هم عملوا رصيف حديد متحرك نصبوه في القناه هناك، بحيث ان المركب اللي جايه من اليونان، هي المركب دي غطسه قوي لان السمك تحت في الميه، يعني الاقفاص اللي شايلاه دي تحت في الميه عشان تبقى مع ميه القناه وهم جايين حفاظا عليه. فهم عملوا رصيف حديد بحيث ان المركب كويس ده يمنع التهدير ده ويحافظ على انها يعني احنا بنسبه نفوق عاليه جدا بتحصل في عمليه نقل الزريعه، لكن المره دي 98% من الزريعه جت سليمه ما شاء الله. فاهم ازاي؟ من الحركه اللي هم عملوها دي. على فكره انا سالت حتى الناس هناك، يا جماعه دي فكره مصريه، يعني احنا اللي عاملينها؟ قال لك دي فكره مصريه، ان احنا عملنا الرصيف الحديدي ده، المركب رست عليه، جبنا احواض ضخمه جدا 5 في 10 متر يعني 50 متر، قربت منها واتملت نصها من ميه البحيره ونصها من الميه بتاعت التنكات اللي جايه فيها السمك، واتنقل بامان جدا عن طريق مواسير هتشوفيها دلوقتي عبقريه جدا، السمك ماشي جواها، وبعد كده اتنقلت بعربيات مزوده بتنكات فيها اكسجين. مش سهل على فكره الكلام ده، عمليات معقده جدا. تعالى نشوفها عشان الناس تبص عليها، صوت وصوره ما يبقاش صوت بس. نشوف التقرير ونرجع نكمل. هذا البرنامج برعاية احنا دلوقتي في مشروع لاستزراع السمك البحري التابع لهيئة قناة السويس، وهو زي ما احنا عارفين أضخم مشروع استزراع سمكي في أحواض ترابية على مستوى العالم. وفي صورته النهائية هيتكون من حوالي 4000 حوض سمك، هتنتج من 40 ل 50 ألف طن أسماك دنيس وقاروص ولوت وحنشان وجمبري سنويا. إدارة المشروع دعتنا لمتابعة عملية دقيقة جدا لاستقبال 1.5 مليون زريعة من أسماك الدنيس مستوردة من اليونان. وطبعا كان الخبراء في اليونان اللي رافقوا الزريعة أقصى طموحاتهم وصول 50% من الزريعة حية لمشروعنا الوطني، والباقي نافق لظروف كتير. لكن رجالتنا بفكرة مصرية 100% نجحوا في الحفاظ على 99% من السمك حي، ووزعوه على الأحواض الأرضية حسب الخطط المحددة للمشروع. يعني خلال 18 شهر بالكتير هينتج المشروع أول 1000 طن من الأسماك البحرية إن شاء الله. الفكرة اتطبقت لأول مرة في العالم، وهي باختصار قامت على إنشاء رصيف حديدي متحرك ناحية مدخل مياه القناة للمشروع السمكي، وهو اللي سمح للمركب اليوناني إنها تقرب بأمان. وعن طريق أحواض من البلاستيك القوي العملاقة المزودة باسطوانات الأكسجين اتنقلت الزريعة بخراطيم خاصة ضخمة من الأقفاص السمكية اللي في بطن المركب اليوناني لأحواض المشروع الأرضية، وتمت أول عملية بنجاح. وقريب جدا هتوصل زريعة أسماك جديدة وجمبري، وبرضه هنكون في انتظارها. طبعا الفترة اللي فاتت دي حصل فيه تطور في المشروع، وكان عدد الأحواض حدود 400 حوض تقريبا. دلوقتي ما شاء الله احنا دلوقتي وصلنا حوالي 850 حوض. في عندنا 600 حوض منهم 300 استزراع سمكي للدنيس والقاروص واللوت،
والحنشان، ودول فيهم الزريعه بتاعتهم من شهر 8 اللي فات بنحط فيهم زريعه طبقا للمتاح في السوق المحلي والخارجي. باقي جزء بسيط هنجيب له ان شاء الله من السوق المحلي والخارجي برضه، وبقيه الكميه تنتهي ان شاء الله باذن الرحمن يعني في نص شهر 4 في نص ابريل. الزريعه بتاعه الجمبري ان شاء الله توصل عندنا ان شاء الله في مصر في اول ابريل، تقعد تحضير حوالي 20 يوم في الحضانات، وتنزل ان شاء الله يوم 20 في الاحواض. بقيه الاحواض بتتجهز ان شاء الله للمرحله التاليه، ان شاء الله نبتدي ندخل الزراعه فيها ان شاء الله مع بدايه يونيو اللي جاي ان شاء الله. رغم النجاح ده كله لازم اقول بصراحه مفرخات الاسماك البحريه في مصر قادره تغطي احتياجات المشروع من الزريعه السمكيه، مش محتاجين غير نظره ونثق فيهم وفي خبراتهم. بنجيب من مصادر مختلفه لغايه ما نستقر على مصدر مضمون من المصادر دي، نبقى نجيب منه زريعه، واحنا بعد كده هنعتمد على نفسنا ان شاء الله لما ننشئ المفرخ في الفتره اللي جايه. تجهيز احواض المشروع اكبر ادارته على ضروره انشاء مصانع خاصه بمستلزماته في شرق قناه السويس، وابرزها مواسير الري والصرف اللي كان محتاج منها 36,000 ماسوره على الاقل باقطار مختلفه، وطبعا كان نقل العدد ده من غرب لشرق القناه اشبه بالمستحيل. مع بدايه المشروع حطينا ايه مطالب المشروع من انشاءات ومواسير ومعدات واجهزه وخلافه، فكان قدامنا عقبه بالنسبه لموضوع المواسير، فاحنا استقرينا على المقاول اللي هياخد الشغل ووصلنا معاه للسعر المناسب، فرضنا عليه انه يجي يفتح المصنع بتاعه هنا جنبنا، وبالتالي وفرنا نقل، تاكدنا من جوده الماسوره ووفرنا في مصاريف النقل. المشروع يا مصريين ماشي بخطوات محسوبه، وقريب جدا هيمتلك مفرخ ضخم للاسماك البحريه، ومشروع عملاق للعلف لتغطيه احتياجاته باقل تكلفه، وهياخد كمان الكود الاوروبي لتصدير الاسماك. ودي الاولويات اللي لازم نفكر فيها عشان نضمن نجاح اضخم مشروع للاستزراع السمكي الارضي في العالم. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. معنى اللي احنا شفناه ده ان احنا هتفرق معانا الفتره الجايه ان شاء الله في سعر السمك يا محمد؟ اكيد، بس احنا طبعا زي ما اتكلمنا كنا بنقول المشروع محتاج مفرخ سمكي، يعني مفرخ للزريعه، محتاج اعلاف، محتاج يعني مصنع اعلاف ضخم جدا يغطي احتياجات 4000 عود، وده رقم ضخم جدا، ومحتاج كمان الكود الاوروبي، يعني عشان اقدر اخد السمك ده اقدر اصدره، ادي له قيمه كبيره جدا واصدره، يبقى عندي منشاه تصدير اقدر اعبي السمك، اقدر اعمل له فليه، اقدر مش ده زي معايير الجوده مثلا. معايير جوده، ويبقى في صاله مجهزه جدا بيعتمدوها في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، والاتحاد الاوروبي بيجي يعتمدها، بتعتمد دوليا انها ممكن تصدر منها الاسماك. ده كل دول العالم بتعمل كده اللي عايزه تصدر الاسماك. طبعا احنا عندنا التصدير قليل جدا بالنسبه لاسماكنا، لكن المشروع ده المفروض ان هو انت بتتكلمي في دنيس وعروس ولوت وحنشان، يعني حاجات المفروض انها مؤهله للتصدير. بتتكلمي على حاجات متربيه وايلد، يعني حاجات المفروض انها متربيه في قناه السويس او في ميه قناه السويس، فتعتبر طبيعيه جدا. وبالتالي احنا الكلام ده كله محتاجين ان هو يتصدر لبره، عشان بقيمته نقدر نجيب حاجات ثانيه. محتاجين الدولار دلوقتي، فالحاجات دي نصدرها بره. انا مش مستني ان انا انزل السوق سمكه ب 50 جنيه الكيلو ولا ب 60 جنيه الكيلو، لا، انا اصدرها واجيب سمك او اجيب فراخ او اجيب الحاجات اللي فعلا المواطن المصري محتاجها. اللي انا عايز اقول عليه ان كان اللي هو مجدي عبد السميع هناك، هو راجل قمه في الاحترام، وراجل بيدير المشروع بذكاء شديد جدا، ومعاه استشاري هناك برضه، استشاري من المستشارين الزراعه السمك الكبار جدا. وعدوني فعلا واحنا هناك ان خلال الفتره اللي جايه دي، يعني مش هيعدي السنه دي غير لما يكون في مفرخ موجود، هيكون في مصنع علب بدأوا انشاؤه، المصانع العلب بتاخد سنه ونص انشاءات، هيكون في الصاله بتاعه تجهيز الاسماك دي، واول انتاج لينا هيبقى خلال من 15 ل 18 شهر، ده هيبقى 1000 طن، وده رقم ضخم جدا جدا. احنا بتتكلمي دول بس شويه الزراعه اللي نزلوا دول، بتتكلمي في حوالي 1.5 مليون، يعني حوالي 750 طن. مجرد ما بتكبر السمكه الدنيس بتبقى نص كيلو، احسبيها هتلاقي نفسك جبتي 750 طن من شويه الزراعه اللي جايين دول. فانا بقول احنا عندنا مشروع ضخم جدا، عندنا مشروع مؤهل ان هو يبقى فعلا العالم كله يتفرج عليه، يبقى نموذج للعالم كله. محتاجين ان احنا خبراتنا في مصر هنا نستغلها، ندرب شبابنا على استزراع السمكي جوه. نشوف، انا على فكره الحلقه الجايه هنشوف تجربه هايله جدا عاملاها بنتين في كفر الشيخ بالمناسبه، يعني البنتين دول اول بنتين في مصر يتدربوا على الاستزراع السمكي، وراحوا عند الاستاذ طبعا دكتور اسماعيل رضوان.
هو اللي بيدربهم، هو اللي مسؤول عنهم، عشان بعد كده يعملوا هم مشروعات خاصه بيهم وهياخدوا قروض وهيشتغلوا ويبقوا اول بنتين يشتغلوا في قطاع الزراعه السمكي. انت حرقت لنا الحلقه الجايه. استنى بقى نتوقف فاصل اعلاني ما تضيعلناش كل حاجه. خلينا مشاهدينا نتوقف لحظات تقرير اعلاني ونرجع نستكمل حلقتنا. خليكم معانا. اتكلمنا في اول حلقه عن قريه الامل وقد ايه كنا فرحانين بقريه الامل. عندنا بقى قريه تانية النهارده اسمها قريه التقدم، بس ما هياش بنفس مستوى التقدم اللي احنا متخيلين ان هو هيكون. هي على فكره هناك الزرع فيها يفرح، كلها مزروعه اشجار مانجا، والسنه دي على فكره اللي زرع مانجا يعني ما شاء الله المناخ خلى الشجر طارح بشكل غير طبيعي. يعني السنه دي اتمنى ان المانجا سعرها ينزل بجد يعني، والتصدير بتاعها طبعا هيشتغل شغل جامد جدا السنه دي. اللي انا شفته هناك بقى مأساة بجد، يعني حاجه انا عمري ما تخيلت انها تحصل. احنا لسه بنقول مانجا ومبسوطين. لا حال الناس هناك، حال الناس. تخيلي لما ناس زرعه شجر عمره مثلا من 2002 يبقى عمره قد ايه؟ حوالي 14 سنه 16 سنه، وفجاه الشجر الجدر بتاعه تخن كده والمانجا والشجره ارتفاعها 5 6 متر، وفجاه يقول لك لا يلا اطلعوا بره الارض احنا هناخد منكم الارض بالشجر اللي عليها. ليه؟ هقول لك انا ليه. الناس دي قصتها باختصار يا منى ان هم كانوا زارعين، خدوا الموافقه من وزير اشهر وزير زراعه في مصر لغايه دلوقتي هو يوسف ولي. ما نقدرش ننكر ده. الراجل ادى لهم الموافقه في سنه 2002 على ان هم ياخدوا الارض ويستلموا ارض وبيت هناك. خدوا الارض منهم، والموافقه بتاعت يوسف ولي انا شفتها بعيني الخط الصغير كان كده. خلينا نتوقف معلش يا محمد لحظات. مشاهدينا نتوقف لرفع اذان العشاء ونرجع نستكمل حلقتنا. خليكم معانا. بنجدد تحيه مشاهدينا. محمد كنا بنتكلم عن قريه التقدم وقد ايه ان المكان مزروع وشجر المانجا مثمر. بس انا شفت الورق بالكامل بتاع الناس، ورق سليم 100%. الناس قدمت ايام الدكتور يوسف والي والراجل وافق لهم على انهم ياخدوا الاراضي دي، وبعد كده الناس زرعت الارض بالكامل، وفجاه في سنه 2009 قالوا لهم اطلعوا بره الارض. يا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي؟ قالوا لهم اطلعوا بره الارض مالناش تعامل معاكم، ووقفوا اي تعامل معاهم. فضلوا معاهم محاولات كتير جدا لغايه سنه 2015 تقريبا. الناس راحت للدكتور عادل بلتاجي لما كان وزير زراعه، الراجل اما اشر على الورق يتم تقنين وضعهم بشكل استثماري، يعني هياخدوا سعر استثماري سعر قطعي لمساحه الارض عشان الناس زرعت، الناس اثبتت الجديه. طبعا هو عمل ليه كده الوزير؟ لان دي ارض مشروعات، ارض الكوره خارجين، فما ينفعش ان هو تقنين وضع، لكن هو قال لهم هديكم بسعر استثماري. تمام، الناس وافقت وكل حاجه، ما فيش حد نفذ الكلام ده لغايه لما جه الدكتور عصام فايد الوزير الحالي، وللاسف طلع قرار بالازاله بالكامل. طب ازاي؟ ناس معقوله تشيل شجر بالمنظر ده؟ من يجرؤ ان يشيل شجره مانجا طولها 4 متر؟ مين يجرؤ على كده؟ مين هيجي له قلب في المراقبه بتاعه قريه التقدم او مراقبه شرق سيناء ان هو ينزل يعمل كده في الناس دي؟ انا بتكلم ان في عقل وفي تاشيره وزير زراعه سابق اللي هو الدكتور عادل بلتاجي لازم تحترم، اللي هي تقنين وضع الناس بسعر استثماري.
لازم تحترم. الدكتور عصام فايد طلع قرار بازالتهم، ده قرار غريب جدا، قرار لازم يتراجع عنه فورا فورا. طيب احنا محتاجين حد من وزارة الزراعة لو عنده رأي آخر يكلمنا ويقول لنا ايه الأخبار، ويعني لو عايزين يحكوا لنا موقف مخالف للي احنا بنقوله، موجودين معاكم النهارده على الهواء وموجودين معاكم الأسبوع الجاي كمان نكفل لكم حق الرد. تعالوا مع بعض نعرف أكتر تفاصيل في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل حلقتنا. تخيلوا غلطة موظف في وزارة الزراعة ممكن تدمر أسر بحالها، بقالها سنين بتزرع أرضها وتحولهم لمتعدين على قرى خريجين. وفين؟ في شرق قناة السويس وتحديدا قرية التقدم. الحكاية باختصار إن الأسر دي وافق لها الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأشهر في مصر على تخصيص قطع أراضي 5 فدان وبيت، واستلموها وزرعوا الأرض من سنة 2002 بأفضل أصناف المانجا. وفجأة وزارة الزراعة وقفت أي تعامل معاهم واتهمتهم في فرمان غريب بالتعدي على الأرض، وطلعت قرارات إزالة وانتزاع ليها بالكامل، يعني موت وخراب ديار. عارفين حجة وزارة الزراعة إيه؟ قال ورقهم ملوش أصول في قطاع استصلاح الأراضي، ولذا وجبت قطع رقابهم. معقولة ده يحصل في ناس شجرهم بالمنظر ده؟ احنا تقدمنا لطلب للدكتور يوسف والي في شهر 12 سنة 2001 وتم التأشير عليها بتسليم قطعة أرض للخريجين، لشباب الخريجين بقرية التقدم بإسماعيلية هنا. بدأنا حضرتك نشتغل ونزرع في شهر 4 سنة 2002 وأخدنا كماوي، أخدنا إفادات ودخلنا كهرباء ومية للبيت. هذا يعني إن إحنا ورقنا مستوفي وحالنا 10 على 10 مفيش أي مشاكل. أخيرا حضرتك في سنة 2009 قال لك في وقف التعامل معاك. طب وقف التعامل معايا إيه السبب؟ قال لك فقد أصل الموافقة بتاعة الدكتور يوسف والي. 2015 رحنا للدكتور عادل بلتاجي بناء برضه على شكوى انا عاملها، راح مقشر الدكتور عادل بلتاجي على التقنين الوضع بالسعر الاستثماري، ومفيش حد نفذ الكلام ده في 9/2 سنه 2015. انا مش لاقي كبير في وزاره الزراعه، اروح لمين؟ حكايه الراجل ده غريبه فعلا، واتكلم معانا من قلبه وهدد انه وعياله في ده متر واحد ممكن يتاخد من ارضه. جالنا قرار احنا مظلمين عليه، قرار جائر اللي هو رقم 1677 اللي هو بيقول في بتاع وزير الزراعه بازاله الاراضي، وانا واخدها بناء عن قرار وزير الزراعه السابق الدكتور يوسف والي. دلوقتي حضرتك انا اتحولت للشؤون القانونيه استصلاح الاراضي بوزاره الزراعه. الشؤون القانونيه قالت لي ان انت الارض تستحق وتدفع الاقساط عليها. انا بعد كده تقدمت للمراقبه العامه ودفعت اقساط الارض. القسط السنوي ليه 365 جنيه، دفعت 7000 جنيه، بما يعني 7000 جنيه 19 سنه من ثمن الارض، وموجود معايا ايصال بذلك. ازاي انا دفعت الحاجات دي كلها وعايزين ياخدوا مني الارض؟ الاستاذ صابر عبد الوهاب مدير تحرير الاهرام السابق واحد نجوم الجيل الذهبي من كبار الصحفيين، كان شاهد على مأساة الاسر دي وعنده الحل. حل هذه المشكله العجيبه ملهاش غير حل واحد، وهو انه ينفذ قرار الوزير او تأشيرة الوزير عادل البلتاجي بتمكين هؤلاء الناس من الارض ومحاسبتهم بالسعر الاستثماري. لانه الرئيس السيسي النهارده بيقول ان الارض لمن يزرعها، والناس دي زرعت لمده 14 سنه والشجر زي ما انت شايفه كده. ألا طب هياخدوها يودوها لمين؟ وتذل مصلحة مين؟ هؤلاء الناس بيدفعوا اللي عليهم وبياخدوا حيازات وعاملين حيازات وبياخدوا كيماويات وبياخدوا مستلزمات زراعة. إذا كان قد صدر قرار إزالة لابد أن وزير الزراعة أيا كان لابد وأن يتراجع عن هذا القرار، لأنه قرار ظالم وجائر. ليه ندمر الناس كده؟ الموضوع بسيط. وزير الزراعة السابق الدكتور عادل البلتاجي كان رحيم بيهم وطلب تقييم أرضهم بسعر استثماري وتقنين أوضاعهم، ووزير الزراعة الحالي الدكتور عصام فايد أصدر ليهم قرار إزالة. يا جماعة دي ناس زرعت وفي شرق القناة، يعني في منطقة ملتهبة، وكل مستلزمات الزراعة سعرها زايد عليهم 30% على الأقل. معقولة يبقى ده جزائهم بدل ما نكرمهم ونقنن أوضاعهم؟
اهلا بكل مشاهدينا. وقت حلقتنا خلص سريعا جدا النهارده، لسه عندنا حاجات تانية نعرضها بس كالعاده الوقت يداهمنا، وكالعاده محمد غانم شايل لنا تقارير اكتر ما لحقناش نعرضها النهارده. ان شاء الله. لا في مفاجاه كمان ان شاء الله. الحلقه الجايه هيبقى معانا اللواء كامل وزير وحش القوات المسلحه ورجل الهيئه الهندسيه وكلمه السر في تنفيذ المشروعات، وطبعا خلفه اراده سياسيه قويه جدا بتدعم هذا الرجل. فاحنا ان شاء الله هننفرد بيه بكره ان شاء الله، هنجيب لكم تقرير الاسبوع الجاي هايل منه. عايز اقول هنحاول كمان ان شاء الله بكره في مباشر مصر نكلمكم وانتم هناك. ماشي، انا مستني منك المداخله. وعايز اقول لك على حاجه، انا ان شاء الله هنقدر. انا اتكلمت بعصبيه على الناس اللي فعلا الناس دي تستحق ان احنا نساندهم وتستحق ان احنا نقف جنبهم. يا جماعه قطعه يد من يمس شجره بتنتج. ارجوكم نتراجع عن هذا القرار بالازاله. شكرا يا محمد. شكرا كمان. شكرا مشاهدينا، كنا معاكم النهارده تامر ناصر، منى الشرقاوي، ومحمد غانم في طبعا نقدر. ان شاء الله نقابلكم بكره واسره جديده ومباشر من مصر. شريف عبد الوهاب ومنى الشرقاوي، السلام عليكم ورحمه الله. هذا البرنامج برعاية